أثار تحول لون نهر ريماك فجأة إلى اللون الأحمر في ليما عاصمة بيرو قلق السكان المحليين والمسؤولين بخصوص سبب التغيير الذي طرأ على النهر الذي يعد أهم مصدر للمياه في البلاد. هذه حقيقة تحول نهر ريماك إلى اللون الأحمر. وتداول النشطاء مقطع فيديو مخيفا لنهر ريماك الضخم تحولت مياهه بشكل غامض إلى اللون الأحمر الداكن. وأظهر الفيديو السكان وهم ينظرون برعب من فوق الجسور إلى المياه المتغيرة اللون التي تدفق تحتهم يوم الثلاثاء. فقد تحول النهر بالكامل إلى اللون الأحمر الساطع. هكذا علق عدد كبير من الناشطين الذين أعادوا نشر الفيديو، هم متسائلون عن حقيقة تحول نهر ريماك إلى اللون الأحمر. ويؤكد الفيديو فعلا تحول نهر ريماك إلى اللون الأحمر، وقد تم تصوير هذه الظاهرة في وسط ليما. وقال بعض السكان المحليين إن اللعنة كانت وراء تحول مياه النهر الممتدة على مئات الأمتار إلى اللون الأحمر، وهو ما نفاه الخبراء في المجال. ويعتقد أن النفايات الناجمة عن أكثر من 30 عملية تعدين وأكثر من 500 أنبوب صرف تصب مباشرة في النهر تسببت في هذا الوضع. لكن السلطات المحلية تصر رغم ذلك على أن مياه ما زالت صالحة للاستعمال. وفي بيان صادر عن مورد المياه المحلي أكد أن مرافق معالجة المياه لدينا تعمل بشكل طبيعي، ويحدث تغير اللون أسفل نقاط سحب المياه لدينا، لذا فإن مياه الشرب آمنة. في المقابل لفتت إلى أنها ستجري تحقيقا للوقوف على حقيقة تحول نهر ريماك إلى اللون الأحمر والأسباب التي قد تقف وراء ذلك. ونهر ريماك الممتد طوله على عشرات الأمتار هو واحد من أكبر مصادر المياه في البلد.